اهلا وسهلا بكل متابعي ومشاهدي اتش تي في وبرنامجكم الرياضي حواديت رياضيه. حلقه النهارده احنا موجودين النهارده داخل مركز شباب حلوان الجديده اللي بيكرم ابطال مصر وابطال حلوان وابطال مركز شباب حلوان الجديده في لعبه الكاراتيه، وكمان من ذوي الهمم عندنا في مركز شباب حلوان الجديده ابطال افريقيا وابطال العالم، ابطال افريقيا اللي كانوا موجودين في تونس وابطال العالم اللي كانوا موجودين في ايطاليا في لعبه الكاراتيه، وكمان ابطال شمال افريقيا والشرق الاوسط في كره السله مركز اول وثاني من ذوي الهمم. النهارده من هنا من داخل مركز شباب حلوان الجديده، ما تنسوش اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. انتظرونا وتكريم ابطال مصر وابطال حلوان امام عدسه اتش في. انتظرونا ولكن بعد الفاصل. ولقائنا دلوقتي مع بطل مصر وابن حلوان وابن مركز شباب حلوان الجديدة، بطل أفريقيا وبطل العالم، الكابتن معاذ أحمد. كابتن معاذ، الأول بنحييك وبنقول لك ألف مبروك لحصولك على بطولة أفريقيا وبطولة العالم، ونقول لك قول لكل شعب مصر وكل جمهور حلوان اللي أنت ابن من أبنائهم ترتيبك في أفريقيا إيه وترتيبك في العالم. انا الحمد لله جبت تاني افريقيا في تونس واول عالم في ايطاليا السنه دي. انه بطوله اقوى بقى، افريقيا ولا بطوله العالم؟ واجهت مين اقوى؟ حسيت ايه الماتشات اللي كانت اصعب؟ لا، كانت بطوله العالم طبعا، لان بطوله العالم فيها دول كتير قوي وجامدين يعني في اوروبا وكده. بطوله العالم كانت اسهل شويه يعني الصراحه. بطوله ايه اللي كانت اسهل؟ بطوله افريقيا. بطوله افريقيا كانت اسهل. ممكن تقول لنا مشوارك ايه في بطوله الاول؟ ترتيبك ايه في افريقيا، وترتيبك في بطوله ايطاليا العالم كانت ايه؟ ترتيب افريقيا كان تاني والعالم اول الحمد لله. اول عالم، يبقى لازم نعرف مشوارك كان ايه المباريات اللي انت خضتها ولعبت ايه من الدول وايه اللعيبه اللي انت واجهتها. في بطوله افريقيا لعبت 3 ماتشات بس خسرت الفاينل يعني. وبطوله العالم لعبت 6 الحمد لله وكسبت ال6. ايه الدول واللعيبه اللي انت قابلتها في بطوله العالم؟ انا قابلت كرواتيا، تمام، وقابلت جواتيمالا في الفاينل، وفي الاول استونيا، ولعبت. ايه المباراه اللي انت حسيت انها كانت صعبه وانت حسيت ان المباراه دي صعبه وحسيت انت ممكن تخسر الماتش دوت، ولما فزت قلت دي كانت اصعب مباراه لغايه ما خدت البطوله؟ هو الماتش كان واحد مع التاني على الرانك، كان تاني على العالم يعني، تمام. فكان الماتش رايح جاي يعني، فكنت متوتر الصراحه قبل ما اخش الماتش، والماتش كان صعب بس الحمد لله عديته يعني. معاذ، عايزين نقول لكل جمهورنا انه معاذ انضم لمنتخب مصر من خلال مركز شباب حلوان الجديده، صح كده؟ يبقى عايزين كلمه منك صغيره بس لكل الناشئين او البراعم او اللي لسه بيبدا طريقه في لعبه الكاراتيه، ان ممكن من خلال مركز شباب، مش لازم نادي كبير ولا حاجه، ممكن من مركز شباب تنضم لمنتخب مصر وكمان تحصل على بطوله افريقيا وبطوله العالم. هو طبعا لازم يجتهدوا الاول يعني، مش بتيجي بالسهل، مش اي حاجه بتيجي بالسهل. هو الكل مجتهد النصيب طبعا، ولازم تجتهدوا في اي حته بقى، مش لازم في نادي كبير ولا اي حاجه، لازم تجتهدوا وان شاء الله ربنا يكرمكم، لان انتوا تعبتوا وربنا يكرمكم عشان كده. معاذ، اخر حاجه بنسالك ايه طموحك الفتره اللي جايه وايه البطوله اللي انت بتستعد لها الفتره اللي جايه؟ هو ان شاء الله بطوله العالم تاني يعني باذن الله، اجيب اول تاني السنه اللي بعد الجايه ان شاء الله. ان شاء الله. مبروك وبالتوفيق، وان شاء الله نشوفك ونقابلك وانت راجع بطل العالم في البطوله اللي جايه ان شاء الله باذن الله. شكرا. ولقائنا دلوقتي مع الكابتن عبد الرحمن عاطف مولي. كابتن عبد الرحمن، الاول بنشكرك على وجودك معانا وبنحييك وبنقول لك مبروك ليك وجود كل ابطال مصر اللي خرجوا من تحت ايدك في التدريب. الله يبارك فيك كابتن امير، والله انا مبسوط بمركز شباب حلوان الجديده انه يوصل في الحته دي، والكلام ده يعني ما جاش بسهوله خالص. اللعيبه دي تعبت جدا واولياء امورها تعبوا جدا جدا جدا، وهم مروا باصابات كتير وحاجات كتير جدا، فالموضوع فعلا صعب. وان احنا نوصل من المكان ده من مركز شباب بامكانيات قليله شويه، سواء ماديه للعيبه نفسها او امكانيات النادي، فده طبعا جهد كبير منهم وتوفيق كبير من ربنا طبعا ومجلس الاداره ووقفهم جنبهم النشاط الرياضي وكل الناس بصراحه. كابتن مولي، سؤال مهم هاخده من كلامك اللي انت قلته دلوقتي. لسه كنت بتكلم مع اللاعب معاذ بطل العالم انه مش لازم اكون بلعب في نادي كبير ولا لازم اكون انا بلعب في نادي مشهور او كذا. النهارده في لعيبه 5 لعيبه ابطال النهارده خارجين من مركز شباب جوه حلوان. مهم جدا ان انت رساله منك للعيبه اللي موجوده في مصر كلها، انه ايه توجيهاتك ليهم او ايه نصايحك ليهم انه يبقى بطل حتى لو من خلال مركز شباب؟ والله هي القصه كلها ان الالعاب الفرديه هو اجتهاد جدا من اللاعب وولي امره. هي الرياضه والالعاب الفرديه هو مثلث، يبقى اللاعب وولي امره والمدرب. والله المثلث ده لو اكتمل طبعا توفيق ربنا يبقى موجود،
للتعب والمجهود المبذول. فبقول لاي حد واي لاعب من اي مكان انت تقدر توصل بعزيمتك واصرارك. وطبعا ولي الامر ده بقى حاجه مهمه جدا، هو الوحيد اللي بيزق اللاعب صحيح. ويقدر يوقع اللاعب جدا جدا. فهو طبعا لو في مدرب ولاعب كويس ولي امر وحش الدنيا مش هتمشي. فهو مثلث لو اكتمل هتعمل اي لاعب من اي رياضه باي مدرب، لان هو اجتهاد ورزق في الاخر يعني. واجتهاد رقم واحد وتعب واصرار وصل اي حد. ومصر على طول ولاده بكل الرياضات، فتقدر مصر يعني اي لاعب من مصر بيطلع بره بيكسب، وموضوع فعلا سهل بره لكن في صعب في مصر جدا. بس انك توصل لمصر دي حاجه وانجاز كبير جدا جدا. كابتن مولي، في اخر لقائنا معاك بنسالك طموحك ايه الفتره اللي جايه مع ابناء مركز شباب حلوان الجديده ابطال العالم؟ ايه اللي بتفكر فيه، ايه اللي بتطمح ليه انت ولاعيبتك في الفتره اللي جايه؟ والله هي المرحله كل ما بتكبر بتصعب شويه. عندك اللعيبه اللي جابت في الناشئين هيطلعوا يلعبوا شباب مع حد اكبر منهم. اللعيبه اللي جابت شباب زي مثلا جانا حازم ونادي اسامه هيطلعوا يلعبوا مع ال21 اصغر سنا ويلعبوا مع اكبر منهم سنتين ثلاثه بره مصر وجوه مصر. عندي ايفنت مهم بالنسبه لي جدا، الايفنت الوحيد اللي انا ما حققتوش لحد دلوقتي الدوري الممتاز ناشئين. معايا فرقه كويسه جدا وكابتنها طبعا كابتن معاذ اللي كان بيصور معاك من شويه. فمعايا ان شاء الله الايفنت ده اول ايفنت عندي في الموسم. بعد كده نبدا من الاول تاني قاهره جمهوريه، ونبدا عندنا بطوله عالم تاني ده السنه الجايه في مصر هنا للكبار، وبعد كده بقى نكمل الصغيرين تاني ونقدر نوصل باكتر. احنا عندنا ذهب ومركز خامس ده معاذ، ومركز خامس بتاع جانا حازم، ومشاركه مشرفه جدا لنادي اسامه. نقدر السنه الجايه والموسم الجاي باذن الله نعدي الرقم ده عشان يبقى احنا حتى قدام نفسنا احنا خطينا اللي وصلنا له قبل كده ان شاء الله. هم رجاله والمركز بيدعمنا بصراحه في كل حاجه، وقليل قوي لما اعرف ان مركز شباب بيدعم لعيبه ومدربين بالطريقه دي. طبعا دي حاجه كبيره جدا وان شاء الله نوصل باحسن المره الجايه باذن الله. كابتن عبد الرحمن، بنشكرك وبنبارك لك وبنقول لك مبروك على حصول اولادنا على المراكز المتقدمه في بطوله افريقيا وبطوله العالم، وان شاء الله نقابلك وانتوا ابطال عالم الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. كابتن شكرا لحضرتك واستضافه جميله، وان شاء الله نشوف اكتر واكتر باذن الله في مركز شباب حلوه. شكرا. ودلوقتي لقائنا مع بطله افريقيا اللاعبه جانا حازم. جانا اهلا وسهلا بيك امام عزه اتش تي في، وبنبارك لك، كل شعب مصر بيبارك لك وبنقول لك الف الف مبروك بنت حلوان. مبروك ليكي مركز اول افريقيا وترتيب عام في العالم خامس. اهلا وسهلا بحضرتك. مبروك. الله يبارك في حضرتك. قول لنا الاول كده في عجاله كده، مشوار افريقيا كان بالنسبه لك سهل ولا صعب؟ ومين كان اسهل، افريقيا ولا بطوله العالم في ايطاليا؟ والله هي بطولة أفريقيا كانت أسهل بكتير، وأنا كنت جايبة قبل كده برونز في أفريقيا جنوب أفريقيا وأول أفريقيا في المغرب. فبالنسبة لي تونس كانت الدنيا حلوة يعني، وكنت داخلة المصنفة الأولى على العالم. فكانت ماتشات بالنسبة لي سهلة يعني. بس والحمد لله جبت أول، لعبت الجزائر ولعبت المغرب وجبت أول يعني، كسبت الاثنين. جانا انضميتي لمنتخب مصر من مركز شباب حلوان الجديدة؟ انضميت من مركز شباب حلوان الجديدة من 2022، بقالي 3 سنين في المنتخب، وسافرت بطولة عالم مرتين الحمد لله وبس، وجبت 5 عالم. طيب قولي لنا بقى ايه البطولة اللي انت مستنياها الفترة اللي جاية وتوعدينا وتوعدي شعب مصر كله، ايه الميدالية اللي بتفكري فيها الفترة اللي جاية؟ والله نفسي في اول عالم في 2026 في المغرب ان شاء الله، بوعد مركز شباب حلوان بيها يعني. شعب مصر كله مش وشعب مصر كله بيها. بنشكرك يا جنى وبنقول لك الف مبروك، ومستنيينك كنت بطلة العالم في المغرب 26 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضرتك. ولقائنا دلوقتي مع بطلة مصر وبنت حلوان وبنت مركز شباب حلوان الجديدة، اللاعبة والبطلة نادية أسامة. نادية بنقول لك مبروك، اول افريقيا واول شمال افريقيا. الله يبارك في حضرتك. نادية كلمينا بسرعة كده عن بطولة أفريقيا وبطولة شمال أفريقيا، لعبت مين وإيه اللقاءات اللي كانت صعبة، وأنه بطولة بالنسبة لك حسيت إن هي أصعب من التانية؟ في بطولة شمال أفريقيا لعبت أول ماتش مع بنت مصرية، كسبت الماتش الحمد لله 4-1، وتاني ماتش برضو مع مصرية كسبته 2-1، والفاينل كان برضو مع مصرية وكسبته 1-0. كنا لعبنا هنا. وفي بطولة أفريقيا احنا ما لعبناش أي حد كده غير المصريين. لا في أفريقيا بقى لعبت بقى دي بقى. أول ماتش لعبت ماتشين، أول ماتش مع الجزائرية كسبته 1-0، وتاني ماتش مع واحدة من السنغال خلص 4-0. نادية انضميتي منتخب مصر من مركز شباب حلوان الجديدة؟ تمام. ايه البطولة اللي جاية بقى اللي احنا مستنيينها، عشان بعيد عن أفريقيا والمصريين اللي لعبناهم، ايه البطولة اللي جاية اللي بتفكري فيها؟ هو البطولة اللي جاية يعني ان شاء الله اللي هي في 2025 هتبقى بطولة افريقيا، لسه الصراحة ما اتحددتش هي فين، فدي احنا بنستعد لها من دلوقتي يعني. وبطولة العالم اخبارها ايه؟ بطولة العالم دي لسه 26 هتبقى في المغرب ان شاء الله. ان شاء الله نجيب ميدالية؟ ان شاء الله باذن الله.
بنبارك لك يا ناديه وبنقول لك ان شاء الله نصور معاكي تاني وانت راجعه معلقه ميداليه في بطوله العالم. ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. شكرا يا حبيبي. العفو. ولقائنا دلوقتي مع بطله مصر وبنت حلوان وبنت مركز شباب حلوان الجديده البطله تقى بركات. تقى اهلا وسهلا بيك مع عدسه HTV. اهلا وسهلا. بنبارك لك على بطوله افريقيا، ترتيب ثالث في بطوله افريقيا. كلمينا في عجاله كده عن البطوله، كانت فين وايه الفرق اللي انت واجهتيها او اللعيبه اللي انت واجهتيها يعني. كانت في استاد القاهره. يعني لعبت من اسكندريه ولعبت كلهم من مصر، يعني ما لعبتش حد من بره وكده يعني. وايه بطوله العالم اللي جايه اللي قالوا في 26 هي ولا بطوله افريقيا؟ بتفكري في مين الاول، في بطوله افريقيا اللي جايه ولا بطوله العالم اللي موجوده في 26؟ وانا لا طبعا الاول هفكر في افريقيا، وطبعا برضو بفكر في بطوله العالم، بس لازم افكر في افريقيا الاول قبل العالم، يعني احقق وافضل اكمل يعني ما اقفش. تمام. وتوعدي شعب مصر بميداليه في افريقيا وميداليه في العالم ان شاء الله. ان شاء الله. تقى سؤال بسرعه كده، انت برضو زي بقيه ابطالنا انضميتي لمنتخب مصر من خلال مركز شباب حلوان الجديده؟ ايوه تمام. يعني نقدر نقول لكل اللعيبه الصغيرين اللي لسه بيبداوا انه مش لازم يكون بيلعب في نادي كبير او نادي مشهور، ممكن يبقى بطل من خلال مركز الشباب. ايوه لازم، يعني مش على حسب النادي، يعني على حسب المدرب اللي بيدربك. تمام. وكمان طموح اللاعب ملوش علاقه بالنادي. أيوة. يعني ممكن اطلع من مركز شباب وابقى بطل في افريقيا وبطل عالم. صح كده؟ صح. تقى بنبارك لك وان شاء الله نقابلك المره الثانيه وانت بطله افريقيا وان شاء الله بطله عالم. ان شاء الله. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. ولقائنا دلوقتي مع بطل مصر اللاعب محمود اشرف بطل شمال افريقيا. كابتن محمود الف مبروك حصولك على بطوله شمال افريقيا. اول حاجه يعني بصراحه انا بشكر الكباتن اللي وقفوا جنبي طول الموسم والتعب اللي كانوا بيتعبوا معايا بصراحه، يعني ده يعني الميداليه دي بصراحه تستحق الكباتن دي. وطبعا مع مامتي اللي كانت واقفه جنبي بصراحه، يعني هي لولاها ما كنتش لينا بصراحه. وكان كمان يعني ربنا يعني يوفقني في اللي جاي، بس كان عندي اصابه ما شاء الله. وكان برضه بشكر الدكتور اللي كان معايا، كان طبعا كنا مستمرين وكنا ضاغطين تمارين كل ده عشان ارجع للمستوى اللي كان فيه. والحمد لله ربنا كرمني باول شمال افريقيا. الحمد لله. حبيبي ايه الفتره اللي جايه ان شاء الله بتفكر في ايه طموحك الفتره اللي جايه؟ ايه البطوله اللي بتفكر فيها بعد ما حققت اول في شمال افريقيا؟ وانا بصراحه عايز السنه الجايه عايز يعني اختم كل المواسم، يعني افضل كده. اي بطوله انا عايز حاطط هدف لازم اجيب اول في اي بطوله. بس مبروك يا حبيبي وان شاء الله بالتوفيق في بطوله افريقيا اللي جايه، وعايزين ان شاء الله تحقق لنا ميداليه كمان في بطوله العالم ان شاء الله. مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك. ودلوقتي لقائنا مع صانع الابطال، شيخ مدربين الكاراتيه في مصر، كابتننا وكابتن مصر وابن حلوان الكابتن احمد مبارك. كابتن احمد اهلا وسهلا بيك امام عدسه HTV. اهلا بحضرتك كابتن محمد امير. كابتن احمد الاول بنبارك لك على النتائج الجميله الروعه اللي حققتها في الفتره اللي فاتت من ابطال مصر وابطال مركز شباب حلوان الجديده. عايزينك بقى تكلمنا باستفاضه كده عن ولادنا حققوا ايه وايه النتائج اللي حققوها وازاي وصلوا للمراكز دي في بطوله افريقيا وبطوله العالم من خلال مركز شباب، وان هم ينضموا لمنتخب مصر من خلال مركز شباب حلوان الجديده. بسم الله الرحمن الرحيم. يا كابتن امير ده طول عمره مركز شباب حلوان الجديده صانع الابطال، مش على مستوى القاهره ولا جمهوريه، مستوى عالم بفضل الله. في لعيبه كتير سابقا حققوا نتائج بفضل الله. اما فاحنا عاهدنا نفسينا من اول ما اشتغلنا في مركز شباب حلوان الجديده ان احنا نعمل مستويات دوليه ومستويات عالميه. بدانا هنا في وجود مجلس الاداره الحالي والمجلس الاداره السابق بصناعه بطل عالم. بدانا بعبد الله هشام بفضل الله، بعد كده ربنا عطانا ومعانا دلوقتي معاذ ابراهيم. واحنا طول عمرنا بنجتهد وبنعمل اللي علينا والباقي على الله، وربنا بيعطينا بفضل الله. وعندنا جانا حازم بطل عالم، وعندنا ناديه اسامه، وعندنا محمود اشرف بديع وتقى بركات، دول ابطال افريقيا وما زالوا في منتخب مصر وعندهم بطولات دوليه تاني جايه باذن الله. ان شاء الله نوعدكم بنتائج احسن ان شاء الله.
كابتن احمد، انت بتتكلم وهاخد من كلامك الفتره اللي جايه في انا سمعت من ابطالنا ان في بطوله افريقيا في 25 وفي بطوله عالم في 26. طموحك انت الشخصي مع اولادك في بطوله افريقيا وبطوله العالم الفتره اللي جايه؟ اطلب من الله يدينا العمر ان شاء الله باذن الله. في بطوله افريقيا احنا متزعمين القاره بفضل الله. مصر رائده، هي بتحقق اعلى النتائج، بتاخد اول افريقيا على طول. وعندنا في الوقت الحالي بفضل الله برضه ترتيب عام في الوقت الحالي، مصر اول عالم. وبنوعد ان شاء الله ان اولاد حلوان الجديده بدل ما هم النهارده 5 7 في منتخب مصر، هيكون موجود اكتر من 10 ان شاء الله، ويحققوا نتائج اعلى لمركز شباب حلوان الجديد. كابتن احمد مبارك صانع الابطال، بنبارك لك ونتمنى لك التوفيق في الفتره اللي جايه مع ابطالنا، ابطال مصر وابطال مركز شباب حلوان الجديده. وعلى وعد منك بان انت الفتره اللي جايه تخرج لنا من الناشئين والبراعم ابطال تاني زي عبد الله هشام وزي معاذ وزي ابطالنا اللي موجودين في مركز شباب حلوان الجديد. ده وعد ان شاء الله، لان في الوقت الحالي موجود جيل في مركز شباب حلوان الجديده من افخر واحسن لاعبين على مستوى سنهم المرحله اللي هم فيهم ان شاء الله. وهنكمل وعدنا ليكم وهنحقق نتائج. وانا اللي بشكرك يا كابتن امير على الحلقه ديت، وان شاء الله ربنا يوفقكم كلكم جميعا ان شاء الله. كابتن احمد مبارك، شكرا لحضرتك ونتمنى لك التوفيق. شكرا. والنهارده كمان من ضمن التكريم اللي كان بيتم داخل مركز شباب حلوان الجديده لابطالنا ابطال افريقيا وابطال العالم في لعبه الكاراتيه، موجود كمان ابطالنا من ذوي الهمم، ابطال شمال افريقيا والشرق الاوسط في كره السله، مركز اول ومركز ثاني. النهارده معانا ما ينفعش ان احنا نغفل حقهم، ولازم يكونوا موجودين معانا ونتكلم معاهم. نتعرف عليهم الاول. انا عبد الرحمن صلاح حسن، ايوه، لاعب الاولمبياد الخاص المصري لكرة السلة. الحمد لله ربنا كرمني بالمركز الثاني في بطولة السلة الإقليمية شمال اوسط افريقيا. تمام، نتعرف عليك حبيبي. احمد سامي عبد الرحيم محمد. ان شاء الله كسبنا الثاني. في ايه؟ بطولة ايه؟ كرة السلة. عبد الرحمن؟ عبد الرحمن، البطولة الأخيرة اللي كانت بتتلعب في مصر صح؟ انتوا في بطولات كانت قبلها او في بطولة بتستعدوا لها بعد كده؟ قبلها كنا في المانيا 2023 برلين. تمام. وكنت بلعب في الشطايرة وحققت مركز اول في الزوجي ومركز اول فردي. لعبة ايه؟ في لعبة الشطايرة. ليش الطايرة. تمام. والسنة الجاية ان شاء الله بنستعد لبطولة السلة برضه، نسافر بره ان شاء الله. مش في مصر دي؟ لا ان شاء الله. حبيبي، السنة دي كانت مركز أول ولا مركز تاني؟ تاني. مركز تاني. إيه الماتش اللي كان صعب لعبته؟ إيه الفرقة اللي كنتوا شايفينها صعبة في البطولة؟ تفتكر؟ لا مش فاكر. إيه الفرقة الصعبة اللي كانت موجودة؟ يعني فرقة المغرب كانت أصعب فرقة؟ نفسنا جامد. كان احنا وهنا كان الماتش بتاعنا جامد قوي، كله كان بيتفرج عليه. النهائي كان ما بين مين ومين؟ مصر ومين؟ انتوا كنتوا بتمثلوا مين؟ كنتوا بتلعبوا مين في النهائي؟ لعبنا برضه مدرسة مصر من عندنا. يعني أول وتاني أول مصر. وتاني يعني المركز الأول والمركز الثاني مصر، صح؟ انت مركز اول. البطوله اللي جايه ناويين تاخدوا مركز ايه؟ اول. برضو مركز اول؟ ماشي، مبروك ليكم وان شاء الله تحققوا لنا الفتره اللي جايه مع الاولمبياد الخاص اول افريقيا وكمان ان شاء الله اول عالم، صح كده؟ الف مبروك يا حبيبي. الله يبارك فيك حضرتك. الف مبروك فيك. الف مبروك. وفي نهايه حلقه النهارده من داخل البيت الكبير مفخره حلوان، مركز شباب حلوان الجديده وصانع الابطال، كنا مع تكريم ابطال افريقيا وابطال العالم. ابطال افريقيا في تونس في لعبه الكاراتيه، وابطال العالم في ايطاليا برضو في لعبه الكاراتيه. وكمان ما ننساش ذوي الهمم، ابطالنا في الاعاقه الذهنيه، ابطال افريقيا والشرق الاوسط اللي خدوا مركز اول وتاني البطوله اللي كانت موجوده في مصر. النهارده كان في تكريم من مجلس اداره مركز شباب حلوان الجديده لابطالنا ابطال من ذهب. والنهارده كانت رساله مهمه لكل ابنائنا، لكل اللعيبه اللي موجوده في مصر وكل الناشئين والبراعم اللي لسه بيشقوا طريقهم، ان ينفع ان انت تقدر تبقى بطل حتى لو انت خارج من مركز شباب. بنشكر جدا مجلس الاداره والمدربين اللي موجودين النهارده مع ابطالنا اللي خرجوا ابطال من مركز شباب، وصلوا ان هم يمثلوا مصر ويمثلوا منتخب مصر ويوصلوا العالميه ويرتبوا كمان اول عالم واول افريقيا. بنشكر كل القائمين على هذا الحدث داخل البيت الكبير وداخل حلوان، ومليون مبروك لابطالنا ابطال الكاراتيه وابطالنا من ذوي الهمم. دايما عدسه HTV وحواديت رياضيه هتكون موجوده في كل المحافل الرياضيه، وموجوده كمان مع كل ابطالنا ابطال مصر. انتظرونا وحلقات جديده ولقاءات جديده قويه مع ابطال من ذهب داخل حلوان وخارج حلوان امام عدسه HTV وبرنامجكم الرياضي حواديت رياضيه. انتظرونا وحلقه جديده والى اللقاء.